شكرا الصابري، شكرا حمد الله، شكرا بوخلال، شكرا وليد الركراكي، وجميع اللاعبين كانوا اسودنا اليوم. تغييرات وليد الركراكي حسمت اللقاء، لاول مره ارى وليد الركراكي بتغييرات صراحه اقل ما يقال عنها حاسمه. حسمت المباراه يعود الفوز فيها. الفضل للمدرب وليد الركراكي الذي بتغييراته غير المباراه وقرأ منتخب بلجيكا قراءه جيده. اسلوب تكتيكي ناسب المباراه حتى فازت الاسود بالنقاط الثلاث. رسميا تأهل المغرب للدور الثاني، دور الثمن، إلا إذا فازت كندا على كرواتيا، وهذا ما لا نتمناه. جميع النتائج الأخرى ستؤهل المنتخب المغربي بشكل رسمي إلى دور الثمن. تعادل كندا بلجيك، تعادل كندا كرواتيا، أو فوز كرواتيا على كندا سيؤهل المغرب رسميا إلى دور الثمن إن شاء الله. بعد قليل، بعد ساعتين، نتأكد من خبر رسمي يؤهل المنتخب المغربي إلى دور الثمن، الدور الثاني من كأس العالم. شكرا أسود الأطلس، هنيئا لجماهير المنتخب المغربي والجماهير العربية بفوز المنتخب.